موعد مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقناة الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع. في البداية متابعينا الكرام ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يستقبل ملعب الأمير عبد الله الفيصل قمة الجولة الخامسة في دوري روشن السعودي موسم 2023-2024 والتي ستجمع الاتحاد أمام الهلال في كلاسيكو القرى السعودية. الاتحاد صاحب الأرض والجمهور يقدم مستويات مميزة للغاية هذا الموسم، ويتصدر ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بعد مرور 4 جولات، ويدخل مباراة الهلال بمعنويات مرتفعة بهدف مواصلة الانتصارات للاستمرار على صدارة الترتيب والحفاظ على لقبه. أما الهلال يدخل المباراة وعينه على النقاط كاملة ويتسلح بالقوة الضاربة لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي وخطف الصدارة من العميد ولمواصلة التنافس على لقب الدوري الذي لن يكون سهلا هذا الموسم. أما عن موعد المباراة، موعد مباراة الاتحاد والهلال هو اليوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023 وسيقام اللقاء على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، 8 مساء بتوقيت فلسطين والأردن وسوريا والسودان ولبنان وليبيا، 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية والعراق والكويت وقطر والبحرين واليمن، 10 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. أما عن القناة الناقلة للمباراة، تذاع مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC، وستذاع مباراة الاتحاد والهلال عبر شاشتها، وستذاع المباراة بالتحديد على قناة SSC HD1. أما عن معلق المباراة، سيتولى مهمة التعليق على أحداث هذه المباراة على القناة الصوتية الأولى المعلق الكبير فهد العتيبي، والقناة الصوتية الثانية المعلق المتميز بلال علامة. أما تشكيل الفريقين، التشكيل المتوقع للهلال: من المتوقع أن يدخل المدرب جورجي جيسيوس المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى ياسين بونو، في خط الدفاع ياسر الشهراني، علي البليهي، خليل كولوبالي، سعود عبد الحميد، في خط الوسط روبن نيفيش، محمد كنو، في خط الهجوم ميشيل ديلجادو، سالم الدوسري، مالكوم، ألكسندر متروفيتش. أما عن التشكيل المتوقع للاتحاد، من المتوقع أن يدخل المدرب نونو سانتو المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى مارسيل جروهي، في خط الدفاع زكريا هوسي، أحمد شرحيلي، عمر هوسي، مهند الشنقيطي، في خط الوسط ذابينو، كانتي، أوغور كورنادو، في خط الهجوم رومارينو، عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما. متابعينا من نتيجة توقعاتكم عن هذه المباراة في التعليقات، لا تنسوا الاشتراك بالقناة.